اوعى تشغل مولد كهربائي علشان هتتعكش. بس تعالى هم لي كده وشوفوه. بصوا تعالى بقى لازم بتاع بعد اذنك عشان الجاكيت. تعالى بقى ايه ماشي جاي. شفتوا المنظر ده؟ راجل محترم فاتح محل موبايلات علشان يربي عياله، فجأة هجم عليه مخبرين وعساكر وكأنه تاجر سلاح. ليه؟ علشان خالف مواعيد الحظ. بدل الغرامة لموا الموبايلات والبضاعة وكلبشوا الراجل ورموه في الحبس. دي مش حكومة بتحمي مواطن، دي عصابة بتعمل سبوبة. الراجل دلوقتي لازم يشخلق علشان يخرج، وبضاعته بقت غنيمة للمخبرين وأمناء الشرطة، ويبقى موت وخراب ديار. هي دي الدولة اللي بتحمينا، هي دي الدولة اللي بتحمي المواطن الغلبان. وطبعا بيقولوا لكم ان احنا بنوفر كهرباء يا مصريين. طب اسمعوا الإعلامي محمد خيري اللي تبعهم ومع النظام بيقول ايه. لو انا محل وجبت مولد كهربائي، اجيب مولد كهربائي شغال اهو بالديزل ولا بالسولار، معرفش بايه، بالجاز، كده انا براعي حكومه. طلعت الحكومه قالت لك لا هعكوش، والغرامه من 4000 ل 50000. طب هتعكشي لي ليه يا حكومه؟ مش انت بتقولي وفر الكهرباء؟ انا موفر لك الكهرباء اهو، انا مشغل جنريتور. قالت لك لا، انا قلت القرار غلق محلات. السبب ده عندنا بقى، انا قلت المحلات تقفل الساعه 9. كهرباء مش كهرباء، افرض انا عايز اتابع الامن اراقبه، اي اسباب عندي، اوعى تشغل مولد كهربائي علشان هتتعكش. يعني الموضوع لا توفير غاز ولا بنزين، الموضوع بلطجة وسيطرة. عايزين يقفلوا الدنيا بالعافية، والأسباب هم بس اللي عارفينها ومخبيينها على الناس. وفي نفس الوقت اللي بيطفي فيه النور على الغلابة والمحلات، بصوا العاصمة الإدارية، مباني فاضية ومحدش ساكن فيها ومنورة ليل نهار كأننا في باريس. هو احنا شعب وهم شعب؟ ولا الكهرباء دي حلال ليهم وحرام علينا؟ فاكرين ترعة المفهومية لما قال جبنا جون يا مصريين في الغاز والبترول؟ اهو الجون ده طلع هدف عكسي، والهداف الكبير طبعا هو السيسي بنفسه. من 8 سنين وهو بيبشرنا، والنهارده بقينا قد الدنيا بس في الفقر والضلمة والديون. بس استنوا، في حاجة غريبة بتحصل في البلد. أجازة مدارس للمرة الثانية في أسبوعين بحجة الطقس. وزارة الصحة مطلعة بيان طوارئ قصوى و2400 عربية إسعاف ودفع رباعي. الأخبار اللي جاية من الكواليس مرعبة. في كلام عن حالات التهاب سحائي، ملاريا وسل، والدكاترة بيحذروا بعض يلبسوا كمامات وسط تكتم شديد من الوزارة. هل الحكومة بتخفي وباء جديد وبتقفل المحلات وتدي أجازات علشان تداري على الكارثة؟ احنا داخلين على مصيبة كبيرة من ضمن مصايب السيسي، والمرة دي اللعب في الصحة مش بس في الجيب. يا مصريين الموضوع مريب وخطير. الحظر مش علشان الكهرباء، الحظر وراه أسرار السيسي مخبيها عنكم وهنتفاجئ بيها قريب. عايزكم تشاركونا رأيكم وانزلوا في التعليقات وقولوا لي تفتكروا السيسي مخبي ايه ورا الموضوع؟ الاجازات وقفل المحلات وباء جديد، ولا تمهيد لكارثة اكبر؟ استرها يا رب على الغلابة، وسلم لي على الجون اللي دخل فينا كلنا